جايه لكم النهارده احكي لكم حكايه اتنين، واحد كسب وواحد جري. هما مين؟ هما توم اند جيري. انا ندى وده ندى توكس. يلا نبدا قصتنا. سلسله افلام توم اند جيري من اقدم وامتع افلام الرسوم المتحركه في العالم، وهي عباره عن مطارده لذيذه بين قط مدلل عايش مع ناس واسمه توم، وفار اسمه جيري وده مشاغب جدا وطول الوقت بيحاول ان هو يزعج توم، بس في النهايه جيري دايما بيكسب توم بذكائه. القصه الاساسيه للكرتون هي مطاردة ما بتنتهيش ما بين توم وجيري، وهي عبارة عن سلسلة حكايات في إطار كوميدي ما بين الاتنين. مرة توم يعمل فخ لجيري عشان يمسكه وجيري يهرب، مرة تانية جيري يحب ينتقم من توم فيوقعه في شر أعماله. وكان في حلقات هما الاتنين كانوا بيتعاونوا مع بعض ضد عدو تالت زي أي قط مثلا أو الكلب سبايك. يلا بقى احكي لكم القصه دي جت منين وايه اللي كان بيحصل ورا الكواليس. سلسله توم اند جيري من تصميم اتنين، واحد اسمه ويليام هانا والتاني اسمه جوزيف باربيرا، والكلام ده كان سنه 1940. الاتنين دول مع بعض قاموا باخراج وكتابه 144 فيلم لسلسله توم اند جيري فتره ما بين 1940 ل 1957، والسلسله دي كانت لصالح الشركه المنتجه للرسوم المتحركه مترو جولدن مير، او زي ما بيقولوا عليها MGM. في البدايه اسم السلسله دي ما كانش توم اند جيري، كان اسمها القط يتلقى ركله او بوسي جيت ذا بوتس. ده اصلا الشخصيتين دول ما كانش اسمهم لا توم ولا جيري، القط كان اسمه جاسبر والفار كان اسمه جينكس. بس في 10 فبراير 1940 كان في جايزه معينه الفيلم ده ما حسش عليها، ونجاح الفيلم ما كانش قوي قوي في الوقت ده اصلا، فمبتكرين الشخصيات اللي هم ويليام هانا وجوزيف باربيرا فكروا ان هم يدوا الفيلم اسم مختلف يمكن يغير صداه عند الناس، فعملوا جايزه ما بين رسامين الرسوم المتحركه، عرضوا $50 جايزه للرسام اللي هيجيب لهم احسن اسمين للشخصيتين دول. $50 في الاربعينات يعني مبلغ وقدره. المهم طرحوا المسابقة واللي كسب فيها رسام اسمه جون كار، وهو اللي جاب الاسمين اللي قلبوا الدنيا بعد كده. ايه هما؟ توم اند جيري. وجاب الاسمين دول منين؟ جابهم من مسرحية كانت بتتعمل في الوقت ده اسمها لايف ان لندن، وكان الشخصيتين الاساسيين اللي في المسرحية اسمهم ايه؟ توم اند جيري. بس الحقيقة سلسلة توم اند جيري مرت بعد كده بصعوبات كتيرة جدا. من اكبر الصعوبات اللي قابلتها ان شركة MGM المنتجة قررت تقفل قسم الرسوم المتحركة كله عندها، بالتالي اتخلت عن ويليام هانا وجوزيف باربيرا. ووقفت سلسلة توم اند جيري، ووقفت لفترة كبيرة على فكرة، وقفت لحد الستينات. وفي الستينات قررت الشركة ترجع تعيد تاني إنتاج توم اند جيري، بس المرة دي استعانت بناس مختلفين عن المصممين الأساسيين للشخصيات. الشركة اضطرت إنها تلجأ لمخرج مش مقيم في الولايات المتحدة، مقيم في بلد اسمها التشيك. وفي الوقت ده الحرب الباردة ما بين الاتحاد السوفيتي وأمريكا كانت شغالة، والتشيك ساعتها كانت تابعة للاتحاد السوفيتي، وسبب شوية تعقيدات عشان اللي أنا حكيته لكم ده خلت الشركة المنتجة تلغي تعاقدها مع المخرج الجديد ده. ايه بقى التغيرات اللي طرقت على سلسله توم اند جيري مع مرور الوقت؟ كانت تغيرات شكليه في الشخصيتين، تغير في السلسله نفسها ان هي مع مرور الوقت بقت دقيقه اكتر وسرعتها زادت، بس فضل اساس القصه زي ما هو، وهي المطارده ما بين القط والفار. طيب ايه اللي اتغير في شكلهم مع مرور الوقت، وخاصه بعد ما الشركه المنتجه قفلت ورجعت فتحت تاني؟ اتغير شكل توم كالاتي: حواجبه بقت اسمك، خدوده بقت انعم، ودانه بقت اكبر. طب وجيري؟ عيونه ودانه كبرت عن الاول. ورا سلسلة توم اند جيري بقى في شوية أسرار غريبة وحكايات خفية كانت من ورا الكواليس، بعضها حقيقي وبعضها نظريات غامضة الناس هي اللي طلعتها. تعالوا أحكي لكم. القائمين على سلسلة توم اند جيري كانوا بيخافوا جدا في الأربعينات إن الحكومة تلغي عرض سلسلة توم اند جيري، ده بسبب العنف الكبير كان موجود في الكرتون ساعتها. الوقت ده ما كانش شيء طبيعي، بالفعل اتمنع عرض السلسلة دي في بلاد معينة لأنهم كانوا شايفين إن العنف في الكرتون كان زايد شوية، خاصة زي ما قلت لكم قبل كده الحلقات اللي كان فيها ضرب جديد أو متفجرات أو استخدام أسلحة. وسر من أسرار نجاح السلسلة العبقرية دي كان الموسيقى الكلاسيكية بتاعتها. مؤلف موسيقى السلسلة كان اسمه سكوت برادلي، والراجل ده عمل موسيقى خطيرة لسلسلة توم اند جيري، وكانت بتعتمد على إيقاع الحركات. يعني مثلا جيري وهو بيجري الإيقاع يعلى، توم لو وقع في مشكلة الإيقاع يبقى أهدى، وكأن الموسيقى هي اللي كانت بتتكلم وبتحكي الحوار بدل الشخصيات. عدد حلقات السلسله الاصليه من توم اند جيري 114 حلقه، كل اللي جه بعد ال 114 التانيين كانت من شركات تانية حاولت تنتج سلسله توم اند جيري، بس ما كانتش بنفس الجوده الاصليه اللي الناس كانت متعوده عليها. انا عايزه اقول لكم اصلا ان في الاربعينات الحلقه الواحده او الفيلم الواحد كان بيتعمل بتكلفه $50,000. عارف يعني ايه $50,000 في الاربعينات؟ ده رقم كبير جدا. ويقال ان ده كان من ضمن الاسباب اللي في فتره من الفترات شركه MGM المنتجه قفلت قسم الرسوم المتحركه. المهم بعد ال 114 حلقه دي زي ما قلت لكم عملش ولا فيلم لتوم اند جيري نفس الابداع اللي اتعملت بيه الحلقات الاصليه. سلسله توم اند جيري اترشحت 13 مره للاوسكار وفازت ب7 منهم. الموضوع ده كان بيرجع لان كل الاعمار كانت بتحب سلسله توم اند جيري. كانت؟ لا ما كانتش، هي ما زالت الحقيقه. انا عن نفسي من اشد المعجبين بتوم اند جيري من وانا صغيره وما زلت. والحقيقه ان كان في قواعد خفيه بيتكتب بيها حلقات توم اند جيري، زي ايه؟ زي ان توم لازم يتهزم، وجيري ما ينفعش يموت او يتاذي بجد، وما ينفعش يكون فيها دماء او مناظر مؤذيه رغم كميه الضرب اللي موجوده في السلسله. واهم قاعده في توم اند جيري كانت ان الضحك اهم من اي منطق.
من نظريات المؤامرة بقى اللي طلعت عن كرتون توم اند جيري كانت النظرية السوداوية للنهاية. الحلقة الأخيرة لتوم اند جيري كان اسمها بلو كات بلوز. الناس بتقول ان نهاية توم اند جيري كان ان هما الاتنين انتحروا بسبب الحزن. الحقيقة الناس اللي شغالة على العمل ما أكدوش الموضوع ده رسميا، بس كمان ما نفوش. والصراحة الحلقة دي فعلا سوداوية جدا ولا تمت الكوميديا توم اند جيري بأي صلة. ونظرية المؤامرة كمان، ودي برضو طالعة من الجمهور، كرتون توم اند جيري هو رمز سياسي لصراع ما بين دولتين، وبالأخص في الوقت اللي طلع فيه الكرتون ده كان الصراع ما بين روسيا وأمريكا في الحرب الباردة. بيقولوا إن توم بيمثل الدولة الكبيرة اللي بتحاول تسيطر على الكل، وجيري بيمثل إيه؟ بيمثل مكر الدولة الصغيرة اللي دايما بتكسب بمكرها. وده معناه إن توم في نظرهم بيمثل روسيا وجيري بيمثل أمريكا. بس الحقيقة إن النظرية دي من الجمهور ومفيش أي حاجة حقيقية بتأكد النظرية دي. في بقى حلقة نادرة جدا من حلقات توم اند جيري مش هتلاقيها بسهولة، ودي لما هما الاتنين كبروا وقعدوا يفتكروا ذكرياتهم مع بعض والمطاردات اللي كانت ما بينهم وهم صغيرين. والحلقة دي من أكتر حلقات توم اند جيري اللي كلها حنية ومشاعر. سبب انتشار توم اند جيري على مستوى العالم هو إنها اتعرضت في اليابان سنة 64، ومن اليابان اتصدرت للعالم كله، للشرق الأوسط، بلاد جنوب شرق آسيا، فنزويلا، البرازيل، أمريكا اللاتينية، باكستان، المكسيك وغيرها من الدول. وفي سنة 2000 مجلة تايمز الأمريكية قالت إن سلسلة توم اند جيري من أعظم سلاسل الكرتون التلفزيوني على مستوى العالم، غير إن الكرتون ده خد رقم 66 في أكتر 100 كرتون مؤثر على مستوى العالم. وبعد كده حاولوا يعملوا شوية أفلام لتوم اند جيري. كان فيلم طويل بيتعرض في السينما زي فيلم اسمه ذا موفي توم اند جيري، وده اتعمل سنة 92 وكان فيه حوار، بس الناس ما حبتهوش وما نجحش خالص. الناس متعودة على السلسلة الصامتة من توم اند جيري اللي واحنا بنقلب في التلفزيون بنلاقيها، مش اللي بنروح لها مخصوص للسينما. حلقة توم اند جيري كانت عادة مدتها حوالي 7 دقايق. عارفين كانت بتتعمل زمان في قد ايه؟ من 6 ل 8 شهور، وده لانه كان كله رسم يدوي. الرسامين كانوا بيعملوا مشهد على الورق بايديهم، وعشان كده كانت بتاخد الفترة الطويلة دي جدا. هنقول بقى اخر حاجة، وطبعا ايه؟ ألذ حاجة. انا كندى اكتر حد كنت بحبه في سلسله توم اند جيري الست اللي بتطلع على طول برجليها. انا عايزه اقول لكم ان دي كانت شخصيه اساسيه من شخصيات توم اند جيري، ودي الشخصيه الوحيده اللي كانت بتتكلم في الكرتون، وكان اسمها ايه؟ مامي تو شوز. واسمها ده اتحط بناء على انها كانت دايما بتطلع برجليها لابسه الشبشب بس، وكانت كل ما تدخل البيت يا حرام تزعق لتوم وتقول له توم what did you do to the house. ما تتخضوش، خدتني الجلاله بس فقلت اقلدها. لو خدتوا بالكم في حلقات توم اند جيري القديم رجليها كانت بتطلع لونها غامق في الحلقات الاولى لسلسله توم اند جيري، بس بعد كده صناع العمل اضطروا ان هم يغيروها، خلوا رجليها لونها فاتح. كانوا بيحاولوا يتجنبوا القضايا العنصريه اللي كانت ماشيه في امريكا في الوقت ده. معلومه غريبه ولذيذه برضو عن توم اند جيري ان زمان صوت توم كان صوت قطه حقيقيه، بس صناع العمل اضطروا بسرعه ان هم يغيروه لما لقوا ان صوت القطه دي لما بتتضرب او بتقع بيأثر في الجمهور بالسلب مش بالايجاب، فبتتحول السلسله من كوميديا لتعاطف مع القطه. فقرروا ان هم يغيروا الصوت لصوت راجل حقيقي، انه مش مشكله لو اتضرب او اتخبط او وقع، صوت راجل بيمثل عادي ان الناس تتقبله ما دام عارفه انه بيمثل. لكن صوت قطه حقيقيه حتى لو بتمثل وهي بتتضرب او بتقع كان بيودي الفيلم في حته بعيده عن الاطار الكوميدي. انا كده خلصت، وعايزه اقول لكم ان انا استمتعت قوي وانا بجمع معلومات عن سلسله توم اند جيري، انها من اكتر الكرتونات المحببه لقلبي. اشوفكم على خير، ما تنسوش اللايك والشير، وما تنسوش تشتركوا في القناه. سلام.